ليست كل تلاوة تلاوة شرعية إلا إذا طبقت بضابطها الشرعي. فتلاوة هذا الأخ بحمد الله قد ضبطت بضابطها الشرعي، وضابطها هو أنها مجودة، وثانيا هي من واحد لا من جماعة. فالذين يتساهلون في هذا الباب ويلتمسون أدلة مجوزة من النووي ومن فلان ومن 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 قل لهم أنا بعد ما معكم، أنا لا أعرف إلا الضابط الذي ورد في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن من واحد أنتما قال لك شغلكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا ضابط التلاوة القرآنية من يوم نزل القرآن إلى قيام الساعة. ولكن نحن في المغرب ما شاء الله قد غيرناها من القرن السادس، فحولناها فردية إلى جمعية، ثم حولناها مجودة إلى غير مجودة، وحتى المقصود منها لأن الضابط قلت لك لابد أن تكون هي نفسها شرعية، إذا لم تكن هكذا ليست شرعية. وكذلك الضابط الثاني الغاية منها، التلاوة تكون شرعية والغاية منها تكون شرعية. وقد وجدنا هذا الضابط في سورة صاد، وهي قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا نحن غيرنا التلاوة وغيرنا المقصود منها. ولذلك ما النتيجة التي وقعت في تاريخنا الطويل؟ النتيجة هي كثرة الحفاظ للقرآن العظيم دون فهم وتجويد وقصد، بل حولنا القصد أيضا من التعبد إلى الهبة. نهبوا هذيك البركة اللي قريتي، نهبوها لعم الحج اللي هو مول الدار ولا من كلفك أن تقرأ بهذا؟ وقد أمرك الله تعالى بالذكر الأعظم وهو تلاوة القرآن طلبا لما فيها. ما عجبتك 10 حسنات لكل حرف، قال لك فيا هم الوالد والوالدة. نعم، المسلم ما تنسى راسه ولا تنساش والده، لأن الذي يهمك أيضا قد نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أول ذي صالح يدعو له. ولكن هنا طلبة ماذا فعلوا؟ ستقول لهم هل هذا مشروع؟ سيقول لك لا ماشي مشروع، ولكن احنا دخلنا في الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أول ذي صالح يدعو له، واعتبرنا هذه التلاوة كلها من باب زرعناها من باب الدعاء. كيف درتوا لها؟ قال لك في أول السلكة تيقول الطالب ذاك المقدم قبل لا يبداو إن شاء الله هذا الثواب نتاع هذه القراءة لعم الحاج الفلاني، أو في آخره هم أنفسهم ذوك اللي فاهمين شوي لا ينكرون أن قضية القرآن لا يقرأ لهذه الهبة، إنما يقرأ القرآن لثلاثة أشياء: للتعبد، يعني أن تقصد الأجر الذي فيه لك، وللتعليم، أن تعلم شابا تجويد كيفية التلاوة، أو الرقية. أنت غادي تقول لي والترحم ما عندناش، الترحم ما عندنا، ولكن لا بد تتلقى اش قال الشافعي، كتبوا حتى على الإمام الشافعي وراه يشترط الإمام مالك نفسه قال لك تصل ولكن بشرط لا يكون هناك مقابل. هذا كله هروب. أنت إن شاء الله دير اللي قال ابن القيم، اقرأ القرآن لهذا المعنى ديال الثواب لك، وداك الشيء اللي تهمك راه غادي ديرو في الاخر، ثم ادعو. قال لك لا، الدعاء هذاك الدعاء تيبان ليا قليل شويه، لذلك بغينا السلكه كلها باش تضخم الوالد والوالده. وقبل ان يموت الوالد والوالده واش مشارك معهم شي نصيحه؟ قال لك بحالاش قضيه الصلاه وقضيه الشروط الاخرى،
الشروط الأخرى الأساسية التي تتعلق بالتوحيد وتتعلق بالصلاة. قال لك واش نقول لك؟ إيوا بعض الخطرات الوالدة الله يرحمها بعض الخطرات تصلي وبعض الخطرات تقطع بشهادتك. قال لك إياه وقالتها لي أنا. شنو هي السبب؟ ضيعتيها. على كل حال الوالدة مات الله يرحمهم، احنا ما علينا إلا أن نتمسك بالسنة النبوية فيما يتصل بكيفية القراءة، ولا ضبط الغاية منها، ولا الترحم على الآباء وعلى جميع المسلمين اللي غرضوا في أن ينتفع الجميع. لا بد يتمسك بالسنة، واللي تيخرج ويدخل هروبا من السنة لا نملك إلا أن ندعو الله تعالى أن يهديه